اه يا جماعة، الصين بتهدد ان هي هتقطع كل كابلات النت اللي في المحيط اللي بتغذي 95% من الانترنت بتاع العالم. هي ما بتهددش صريحة، بس هي طلعت بيان ان هم توصلوا ان هم صنعوا ويل او زي اداة حادة مصنوعة من الالماس. الاداة دي تقدر ان هي تقطع الانترنت اللي موجود على عمق 4000 متر في المحيط، اللي محمي اوريدي اصلا بمادة الفولاذ. طبعا ده حاجة قوية قوي ان هي تقولها في وقت زي ده. طيب هي بتقولها في وقت زي ده ليه؟ اكيد يعني مشاكل الصين وامريكا، ان ترامب عمال يرفع عليهم الضرايب، فده بيخليهم اكيد هيردوا يعني او هيهددوا بحاجه هم عارفينها وحاجه قويه. طيب الفكره بقى مش في كده، هم هيتخانقوا مع بعض وهيحلوا مشاكلهم مع بعض. الفكره فينا احنا نفكر في ايه. يعني لو نفكر على سكيل الانترنت، لو تخيلنا كان النت اتقطع، قمنا صحينا مفيش نت، حياه بلا نت. تخيل بقى انت حياتك من غير نت عباره عن ايه. انا مثلا واحده من الناس بتدرس اونلاين، وشغلي في جزء كبير منه اونلاين. ما مش هلاقي خلاص بقى اكل عيشي ومش هتعلم. مفيش تعلم، هيبقى بشكل سلس. طيب الناس اللي بتتاجر الكترونيا، تجاره الكترونيه، كل مواقع بقى الاونلاين شوبينج بقى وكل الحاجات دي. طيب الناس مثلا اللي بتبقى مسافره وبتحول لعيلها فلوس، كل السيناريوهات وحشه جدا 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 لو الحياه ما فيهاش انترنت، لان خلاص هو امر واقع. وبقى اندستري كلها، اندستريز عامه شغاله عن طريق الانترنت. طيب احنا بقى في مصر بنعمل ايه؟ يعني احنا في مصر هل هنسيب نفسنا للبهدله والهيصه دي؟ الحمد لله وزاره الاتصالات وشركه وي اللي هي المصريه للاتصالات صنعت من فتره كابلات للانترنت بتغذي انترنت المنطقه بتاعت مصر نفسها، وهي اوريدي موجوده دلوقتي في البحر الاحمر. بتغذي انترنت من باكستان لحد فرنسا، وبما فيهم طبعا مصر يعني كلها. فده يخليك تفكر، يعني خلينا نعمل اناليسيس كده للموقف نفسه. يعني خلينا نعمل اناليسيس للموضوع عشان نقدر ان احنا نقول هل الموضوع ده كويس ولا وحش يعني، او اللي بيدور حواليك في العالم يخليك انت كانسان بتفكر ازاي عشان تقدر تحمي نفسك من اي حاجه. اي حاجه بتحصل في الدنيا لو انت هتفكر فيها وتحللها، هتلاقيها دايما بتحصل من خلال 4 ليفلز. فيرست ليفل، اول ليفل بيكون individual ليفل، على نطاق الشخص. ان لو النت اتقطع انا هيبقى عندي مشكله، انا كساره كاصحابي انت كشخص كان هيبقى عندك مشكله. تاني حاجه بتبقى على جروب ليفل، الشغل يا جماعه هنشتغل ازاي لو مفيش انترنت؟ كل حاجه مبنيه على الريسيرش، مبنيه على الاتصالات، ايميلات، كل ده مش هيبقى موجود. تالت حاجه بتبقى على organizational ليفل او ليفل اعلى شويه. اورجانيزيشنال ليفل ده او الليفل الاعلى من الشخص، وهو بيكون في الغالب شخص واحد او مؤسسه. المؤسسه دي قويه بما فيه الكفايه. يعني مثلا ممكن نضرب مثال على رجال الاعمال الاغنياء جدا. لو نتكلم بقى على نجيب ساويرس ولا اي رجل اعمال قوي مثلا، تخيل رجل الاعمال ده لو جه قال لك انا خلاص هسحب فلوسي كلها من البلد، اقتصاد مصر مش هيبوظ، اقتصاد مصر هيتدمر وهيبقى فيه بطاله وهيبقى فيه كل حاجه مش كويسه. في بقى الليفل الاعلى وهو الانترناشونال ليفل، اللي هو بيحصل دلوقتي ان مشكله ما بين الصين ومشكله ما بين امريكا، احنا هنروح في رجلين، الاثنين بقى يبداوا يتخانقوا مع بعض، احنا هنضر. علشان كده اي حد مثلا بيشوف اي تكنيك معين او اي تصرف معين بيحصل من مؤسسات، مش دايما بتبقى وجهه نظرك هي صح. يعني مش دايما انت رؤيتك للموضوع هو اللي صح، لان مثلا بيبقى في معلومات مش عندنا، مش موجوده معانا احنا، هي عندهم، فبناء عليها بيقدروا يتصرفوا ويوظفوا الموارد. يعني دلوقتي لو في 10 مليار دولار ولا 10 مليون دولار، الفلوس دي موجوده دلوقتي في الفتره دي، انت تخيل تعمل بيها ايه؟ هتكلم دكتور، الدكتور هيقول لك لا نعمل بيها مستشفيات. بس دلوقتي مفيش وباء مثلا، مفيش حاجه. بس في دلوقتي مشاكل في النت، ان هو الصين بتهدد بقطع النت، في مشاكل مع دوله تانية في حروب. فايه الاولى، ايه الاحسن؟ عشان كده دايما دايما توظيف الموارد والقرارات ما بتبقاش من وجهة نظر شخصية او حد واحد، ومش دايما بتكون على الجروب ليفل ولا على الاورجنايزيشنال ليفل. ساعات بيتحكم فيها انترناشونال ليفل. لو الانترناشونال ليفل تمام بيبقى organizational level. طب ده تمام، ننزل بقى للجروب ليفل وبعد كده الانديفيدوال ليفل. فنصيحتي ليك ما تخليش حد يسخنك ويحركك ويخليك تكره الحياة بتاعتك وتكره ظروفك ووضعك وتعليمك وبلدك وكل حاجة انت فيها. ليه بقى؟ لان انت ممكن تكون اصلا في وضعية هي الاحسن لدلوقتي، مش احسن حاجة في الدنيا بس الاحسن لدلوقتي. ممكن مثلا في حاجة اولى واقوى مثلا هي اللي محتاجة الدعم، انت مش محتاج الدعم دلوقتي، فمفروض تهدى. ولازم قبل ما تاخد اي قرار في حياتك، قبل اي حاجة، وقبل ما تاخد موقف حتى بالقول قصدي، يعني قبل ما تتكلم حتى لازم تفهم اكتر وتعرف اضرار اي حاجة انت بتعملها ايه، لان ممكن تكون اصلا اللي انت فيه احسن حاجة وانت بايدك تخلي نفسك في موقف اوحش او موقف اصعب يعني.
بس هي دي نصيحتي ليكم. وخلوا دايما الليفلز دي في يعني لايف ستايل عندكم، في الصحاب، في العلاقات، في البيزنس اللي انت بتعمله، في دراسه انت هتدرسها. كل الحاجات دي لازم يبقى عندك 4 ليفلز، ويبقى عندك 4 ليفلز اوف اناليسيز، ويكون عندك اناليسيز عامه للمواقف كلها. ونتمنى لكم التوفيق. باي باي.